السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب العالمين. ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا بجد، وحشتوني قوي قوي. النهارده بقى يوم يعني مش عادي كده عندي. لان النهارده يعني يعتبر يوم عيد ميلادي. وانا بحتفل بيه لوحدي، بس انا مش لوحدي بجد، انا معايا احلى اخوات واحلى اخ واخت في القناه من المتابعين بتوعي. فانا قلت احتفل معاكم بعيد ميلادي. فقلت الاول حاجه نعمل الفطار وندلع نفسينا. جبت بطاطسايه زي ما انتم شايفين كده، وقشرت القش وقطعتها مكعبات، وبنص كوبايه ميه وحطيتها على النار تتسلق. ده اسرع حاجه عشان تاخدي البطاطس في 5 دقايق مسلوقه. هبدا اعمل فول دلوقتي اسكندراني، بس فول ايه طعمه خرافه. قطعت طماطمايه وبصلايه وكمان شويه من الفلفل، حته كده يعني من الفلفل الرومي البارد، وكمان حته من الفلفل الحامي، بنص كوبايه ميه، واسيبهم يسبكوا على النار، لان الفول بتاعي انا جايباه من الراجل مهروس. وادي البطاطس بتتسلق. فانا بعد ما هم يعني يعني اتسلقوا شويه، يعني اتسبكوا شويه في الميه، بدات انزل بالفول بتاعي. لان الفول زي ما قلت لكم انا جايباه مهروس من الراجل، لكن لو انا جايباه من القدره حبيبات كنت نزلت بيه من البدايه. بس وبعد كده انا نزلت اهو، بص البطاطس اتسلقت بالظبط في نفس مقدار الفول. وطلعت الفول اهو، بس سايباه يبرد شويه. هبدا احيق الاتنين. اديني بقى حيقت بقى شويه فول، شويه فلفل اسمر، شويه فول شويه ملح، شويه فلفل اسمر، شويه كمون، وشويه كزبره. صراحه الكزبره بتدي طعم حلو قوي للفول وللبطاطس. وبدات اقلب كده بشويه زيت البطاطس، تبقى البطاطس كده جاهزه. هبدا بقى انزل الفول بمعلقه ميه كده اهوت، وابدا اهرسهم في قلب الخلاط بتاعي او الكبه عشان انعمهم تاني. وابدا احط بقى شويه من الطحينه، ادلع الفطار بقى، ورشه من الملح. وكمان خدت طماطميه صغيره بشويه زيت وقلبتهم، وبقى الفول الاسكندراني معانا جاهز. بس بصراحه اعملوه خطير جدا. ويا شويه بقى كزبره على البطاطس بتاعتنا، هتدي طعمها كده في حته خطيره خطيره. وادي الفطار بتاعنا، وحته جبنه قديمه وقطعت عليها طماطميه. وبقى ايه، مش عايزه اقول لكم احلى فول بصراحه واحلى فطار. تعالوا افطروا معايا. وقعدت فطرت بصراحه وانبسطت الحمد لله. قلت اما اخلص من الغدا واعمل صينيه مكرونه بشاميل كده سريعه. حطيت الميه تغلي، حطيت اهوت المكرونه، وحطيت هنا معلقتين ونص من الزبده ومعلقتين ونص من الدقيق، وبدات اقلب عشان هعمل ايه، اعمل البشاميل. بصراحه اسرع اكله بتعملوها هي البشاميل ده. وكمان انا جبت الحليب بتاعه اهوت وحطيته وبدات اقلب. وحطيت كمان معلقتين من الجبنه الموتزاريلا. وحطيت كمان معلقه من الجبنه اللي هي آم، الجبنه الكريمي، اللي هي يعني الجبنه المثلثات. حطيت واحده كده بس، مش عارفه ليه هي ما اتصورتش. بتدي طعم حلو قوي للبشاميل بتاعنا. وانا معايا لحمه مفرومه بتبقى موجوده في التلاجة اصلا، بحطها عشان تبقى سهله معايا. ودوبك حطيتها كده بمعلقه من الصلصه، واديتها تقليبه وحيقتها، وبقت جاهزه معانا. بدات اجيب الصينيه، حطيت طبعا البشاميل بتاعي بالمكرونه زي ما انتم عارفين الحكايه، وتحطيها وتحط في نصها اللحمه. بسرعه اسرع حاجه، وشويه جبنه موتزاريلا. ونبدا نحط بقيه المكرونه بشويه بردك من البشاميل على الوش. وفي الاخر خالص بحط بضايه على باقي البشاميل بشويه فلفل اسمر، واديهم تقليبه وانزل بيهم من على الوش. ويبقى كده معاك الصينيه خلصت يا ست الكل. يعني لما تكوني عايزه تعملي حاجه سريعه، هي دي احلى حاجه واسرع حاجه. بتحطي بردك جبنه موتزاريلا كده من على الوش، وتدخليها على الفرن. يا دوبك بتقعد حوالي بتاع تلت ساعة، يعني مش اكتر من كده. بس بصراحة بتطلع زي ما انت ما شايفة كده بقى. والله خطيرة قوي قوي، وماسكة نفسها زي ما انتم ما شايفين كده. حاجة كده لا تقاوم. وبصراحة انا بدأت اكلها بقى، واكلت الخرطة دي لان انا خلاص يعني بصراحة من طعمها ما قدرتش اسيبها. رحت مخلصة الخرطة دي كلها. ويبقى انا كده خلصت الفطار والغدا. وبصراحة انا كنت ناوية انزل، كنت ناوية اخرج، بس بصراحة كسلت. قلت اجيب لي تورتايه او اجيب لي جاتوه، واقعد في اي نادي او في اي حاجه. بس بصراحه انا كسلت. فقلت طب انا اعمل ايه، هعمل الكيكه دي يعني اكلها بقى واحتفل بيها بالليل. رحت واخده بقى الصينيه زي ما انتم ما شايفين كده اهو، وبدات ادهنها واحط ورق زبده من فوق ومن تحت. وجبت كوبايه الا ربع من الدقيق، وبدات انخلهم. بس اهم حاجه بصوا بقى الحركه دي، تنخليهم كم مره. ادي تاني مره، ادي تالت مرة. لازم تنخليهم 3 مرات. ليه؟ بيدخل فيها الهواء وبيخليها منتفخة. وبصراحة عامل اساسي ومهم جدا. بعد انا ما حطيت ال3 مرات كده ونخلتهم، دي معلقة كبيرة هرمية من النشا. النشا دي بيخليها من جوه كده يعني ما فيهاش فراغات كده وحلوة.
وجبت 4 بيضات وبدأت أفصل البيض الصفار عن البياض. جبت الصفار حطيت نص معلقة من الفانيليا، وحطيت كمان رشة من الملح، وقعدت أضربهم بالمضرب لحد ما تفتح لونهم شوية. بدأت أخد يدوبك بصي نقطتين كده من الخل، أو يعني نص المعلقة الصغيرة من الخل، وبدأت أضرب بياض البيض بس ما يعمل معايا فقاعات. أنا معايا نص كوباية من السكر. نص كوبايه من السكر ليه؟ لان انا هحط الشوكولاته من على وش الكيكه، او هحط كمان كريمه في النص. فانت لو مش هتحطي كريمه او شوكولاته ممكن تزودي معلقه سكر على النص كوبايه، لكن لو هتحطي كريمه او هتحطي شوكولاته يبقى كفايه هي نص الكوبايه حلوه قوي بتاعت السكر. وبدات اضرب لحد ما بصي يعني هتخليها يتماسك لما يعمل منقار. يبقى انت كده تعرفي كده ان خلاص بياض البيض بتاعك وصل يعني للمكان اللي احنا عايزينه يعني. بعد كده هبدأ اخد معلقتين 3 على الصفار واقلبهم. الخطوة دي كويسة قوي عشان اخلي الصفار يندمج مع البياض، لما اجي احطهم تاني على البياض يتخلطوا بسرعة ويبقوا اسرع. الكيكة دي طريقتها حلوة وجميلة، بديلة من بصراحة الجاتوهات والحاجات، يعني دي تنفع تورتة جميلة جدا جدا بصراحة، قوي قوي وسهلة وبسيطة. وتبداي تنزلي بقى الخليط ده كله على البياض. اهم حاجه انك انت وانت بتعملي البياض، انا هنا مسرعه شويه الفيديو فتحس ان ايدي بتعمل بسرعه، لكن لا انا بعمل بالراحه، باخد من تحت لفوق. بس اهم حاجه تعملي بمضرب سلك او بايد من ايد بتاعه المضرب، زي ما انا ما عملت كده. قلت بدل ما اعمل مواعين كتير لا، اخدت ايد من بتاع المضرب وبقيت اعمل بيه. واديني بدخل للمره الرابعه الدقيق بالنشا اهو، باخد نص الكميه وتقلبي اهو. بص ان هنا بقى انا ما زودتش الفيديو، ما خليتوش سريع عشان تشوفي ايديا بتمشي بالراحه جدا جدا. اهم حاجه خلي بالكم من الخطوات دي، تاخدي من تحت لفوق بالراحه قوي عشان تحافظ على الهواء ما يطلعش، عشان تديكي كيكه هشه اسفنجيه تنفع للتورت، وتحطي فيها جاتو، وتحطي فيها الجاتو، تحطي فيها كريمه، تحطي فيها شوكولاته زي ما انا هعمل دلوقتي ان شاء الله. وبدأت أحط الكمية الباقية بتاعت الدقيق والنشا. طبعا أنا هنا زي ما انتم شايفين ما حطيتش على الدقيق ملح، لأن أنا حاطة الملح على صفار البيضة. وبدأت بردك بالراحة كده، بس بصي بنطر كده المضرب عشان أنطر الدقيق كده عشان ما يبقاش يعني متركز على إيد المضرب أهو. لازم تعملي الحركة دي بردك على فكرة كويس أهو، وتاخدي من تحت لفوق أهو. وبعد كده هتاخدي بقى معلقتين من الحليب ده دافي. وبعد كده هتنزلي بمعلقتين كبار من الزيت، بس يا ريت يكون زيت ذرة عشان تبقى ريحه الكيكه وطعمها حلو. طبعا هي المعلقه الاولانيه ما كانتش مليانه، فانا يا دوبك اهو بزود سنه عشان يبقى المعلقتين مليانين. وقلبتهم كويس قوي وهبدا انزل بيهم على الخليط. بصي اسرع حاجه واسهل حاجه بصراحه. ودي يا دوبك نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وتبداي بردك تقلبي بالراحه كده اهوت من تحت لفوق لما كله يختلط مع بعضه. انا بصراحه قلت انزل اجيب كيكه واجيب تورته وهقعد فين وهعمل ايه، وكسلت. فانا قلت اعملها زي ما انتم ما شايفين كده، والله ما خدتش مني وقت خالص. وبالمعلقه السباتولا ديت ولا باي حاجه عندك، وتبداي تاخدي كده من الحروف والجوانب، وتبداي تاخدي من تحت لفوق عشان بردك لو في اي دقيق راكز تحت لا المعلقه بقى تطلعه لنا زي ما انتم ما شايفين بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. طبعا هيبقى الفرن بتاعك سخن على الدرجه بقى بتاعت 180، يعني يا دوبك هتسيبيها كده حوالي من 25 دقيقة ل 30 دقيقة زي ما انت ما يعني ده الفرن بتاعي كده، لكن انت ممكن يقعد معاكي من 30 ل 35 على حسب الفرن بتاعك. انت سيبيها نص ساعة كده وابقى بصي عليها. وبعد كده طبعا زي ما انت ما شايفة كده لما انا فضيتها اديها دوبك بصي خبطة خفيفة كده اهي. واهم حاجة بقى الخطوة دي، تجيبي اي خلة اللي هي عصاية الشيش طاووق وتبدأي كده تعملي كده زي ما انت ما شايفة دواير. ليه؟ عشان لو في اي فقاقيع او اي هوا جوه تخرج، بحيث ان احنا عايزينها من جوه تبقى ناعمة، ما تعملش اخرام وحاجات زي كده. طبعا انا اول ما بتطلعيها دوبك ما فيش دقيقتين 3 تقلبيها وتعيني الورق بتاعها عشان يتقلب معاكي ويتعان بسرعة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني طالعه اسفنجيه وهشه حاجه كده ما شاء الله. طلعت بصراحه على وش عيد ميلادي حاجه خطيره. فما شاء الله يعني طلعت زي ما انتم شايفين كده. بصي مفيش اي فراغات وناعمه وجميله وبيضه بصراحه ما شاء الله، يعني طلعت كيكايه حلوه قوي قوي.
وبصراحة يعني دلوقتي بقى هعملها زي ما يكون تورته، او يعني هقنع نفسي ان هي تورته، لان بصراحه كنت هحط لها كريم جانتيه وكده، بس برضك كسلت. فانا هسيح لها بقى دلوقتي زي ما انتم ما شايفين. بصوا هشه ازاي، حاجه كده يعني وهم. بصوا بتنزل معايا ازاي، يعني كيكه اسفنجيه رهيبه والله بجد. اعملوها في الاعياد الميلاد، بتكون حلوه وجميله وموفره برضك في نفس الوقت. هبدأ بقى ان انا اخد يا دوبك بقى يعني معلقتين كده من الشوكولاتة، واسيحهم بمعلقتين من اللبن، وهبدأ ان انا ازين الكيكة بتاعتي او التورتاية بتاعتي عشان ابدأ احتفل بعيد ميلادي زي ما انتم ما شايفين بالطريقة ديت. اديني القطعة بتاعتي اللي انا قطعتها اهيت والكيكة بتاعتي. هبدأ بس ان انا احط على الخرطة اللي معايا الاولانية، والتانية بقى هسيبها لبكره الصبح بقى احط لها كريم جانتيه وازوقها واظبطها يعني. بس انا دلوقتي هعمل دي ليا انا دلوقتي. وعايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، والله يعني محدش يكسر بخاطر حد. الواحد لما بيكسب خاطر حد بتبقى جميله والله عند ربنا وعند الناس برضك. يعني انا زي ما انتم ما شايفين كده بقى لما نزلتها والله هي بقت عامله زي الجاتو. جاتو ايه اللي احنا هنشتريه من بره دي؟ جاتو ده ولا مش جاتو؟ قولوا ده جاتو ولا لا؟ اهو الشوكولاته صايحه ونايحه ونازله وحاجه رهيبه وحاجه جميله. وهحتفل بعيد ميلادي والحمد لله على كل حال. بس انا عايزه اقول لكم حاجه يعني، ما تفرحيش قوي اللي انت جايبه الصبيان، ما تفرحيش وما تزعليش يا اللي انت مش جايبه الصبيان، والله ما تزعلي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا امك ثم امك ثم امك. دلوقتي لا، بقت مراتك وحماتك ثم مراتك وحماتك ثم مراتك وحماتك. صدقوني دلوقتي خلاص. فيلي عندك صبيان ما تفرحيش، ويلي ما عندكيش ما تزعليش، والله لا ده بينفع ولا حاجة خالص. اديني اهو بحتفل لوحدي، لكن هنقول ايه؟ فقولولي مين مطوعني في المثل اللي هقوله دوت؟ فعلا ربي يا خيبة للغيبة. صح ولا غلط المثل؟ وما تنسونيش في اللايك عشان عيد ميلادي، والسلام عليكم.